بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على أغلى وأحلى متابعين في الدنيا، إخواتي وبناتي وأصدقائي. دمتم بخير يا رب. النهاردة هعمل لكم صينية جلاش زي ما انتم شايفين كده، حاجة تحفة. طعمها في منتهى الجمال، مقرمشة كده وهشة، طبقات في بعضيها في منتهى الروعة. والصينية دي ما أخدتش معايا بأمانة 5 دقايق على بعض، وهتشوفوا بعينيكم وتشوفوا وتسمعوا بودانكم. زي ما انتم شايفين كده، طلعت هشه مقرمشه من جوه ومن بره، طلعت في منتهى الجمال، ما اخدتش مني اي وقت. لا بقى دهنت صينيه ولا دهنت بين الطبقات ولا اي حاجه. هتشوفوا هتتعمل ازاي. اللي بتشوفني اول مره، انا فادية قاسم ودي قناتي. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. يلا تابعوني وشوفوا هتتعمل ازاي. انا اول حاجه هعملها، هنعمل العسل بتاعنا. جايبه كوبايه سكر 200 جرام. هننزل بالسكر بس من غير ميه. انا عايزه العسل بتاعي يبقى لون الكراميل كده الفاتح. فهننزل بالسكر. اول ما السكر كده يبدا يدوب معانا، هتقلبيه لغايه ما يبدا يدوب خالص قبل ما تحطي الميه بتاعتك. انا عايزه من كده، انا عايزه العسل بتاعي يبقى غامق شويه، لون عسلي، مش عايزاه الشفاف الفاتح. ما تخافيش، اول ما هتحطي نص كوبايه الميه بقى هتبصي تلاقيه السكر معاكي كلكع. ما تخافيش، هيدوب معاكي واحده واحده كده. هتبصي تلاقي السكر داب تاني وبقى لونه عسلي كده لذيذ. زي ما انت شايفة، هتخليه على النار كده حوالي 4 دقايق مش اكتر من كده. وبعدين تنزلي طرف المعلقة كده اللي هو ملح ليمون او عصرة ليمونة. هتبصي تلاقي معاكي احسن عسل. هتسيبيه بقى على جنب عشان يبرد، ونحضر صينية الجلاش ونشوفها ازاي هتتعمل في 5 دقايق. انا عملت العسل، تسيبيه كده قبليها بساعتين كده ولا بساعة او قبليها بليلة، تعمليها براحتك. انا هنا لفة الجلاش كانت زي ما انتوا شايفينها مقفولة كده. انا كانت مقفولة بالعرض، ملفوفة بالعرض. انا لفيتها بالطول عشان تعمل لي كمية اكبر. انت ممكن كمان تلفيها على مرتين، يعني تعملي بالنص كيلو ده تعملي 2 رول زي ده. يعني تعملي مثلا كل 10 ورقات تلفيهم رول، وتشوفي انا هنعمل ايه. انا جايبه صواني من غير دهن من غير اي حاجه. هنا القالب بتاعي شايفين زي ما شايفين كده، بقطع قطع كده قد الصبع كده، يعني حوالي سنتي. زي ما انتم شايفين القطعه حوالي سنتي كلها سوا واحد. بتقطعيها وتحطيها في القالب بتاعك. لو ما عندكيش القالب ده، في اي صينيه عاديه وهتشوفي هنعملها ازاي. بتحطي كده كل قطعة، وزي ما بقولك لو عايزة تعمل لك كمية أكبر، بتمسكي الرول ده تقسميه على 2 وتلفيه رولين وتقطعيهم نفس التقطيعة دي. سهلة جدا زي ما انتوا شايفين كده. بقول لكم ما خدتش معايا 5 دقايق. لا بقى حطيت سمنة ولا حطيت حشو ولا يعني فرتهم أصلا، زي ما انتوا شايفين كده. هنعمل في الصينيه العاديه، هوريكم تتعمل ازاي. يا دوبك تقطعي القطعه كده وتحطيها، وحتى لو اتفردت معاكي بتبقى شكلها جميل جدا زي الورده كده بالظبط. شايفين ما اخدش معايا دقايق وخلاص. وكده هنحضر بقى، نحط السمنه بتاعتنا. انا هنا كوبايه الا ربع كده سمنه، اي سمنه من النوع اللي انت بتفضليه. تسيحيه كويس جدا، تسخنيه بالفرشه كده على الوش، وتحطي حبة سمنة حلوين علشان يطلع معاكي مورق ويطلع معاكي هش كده، وما فيهوش القطنة، ما يبقاش جامد معاكي. لا، السمنة لما تكون كويسة يطلع معاكي الجلاش هش ومورق. خلصت اول صينية، وهنعمل برضو تاني صينية بنفس الشكل كده بالفرشة كده. وتدهني زي ما انت شايفة، هتحطيها في الفرن مولعاه على 170 درجة في الرف الأوسط، بياخد حوالي نص ساعة. هنا بقى عبال ما يستوي في الفرن، جايبة معلقة سمنة وهنحط المكسرات بتاعتنا. مكسرات بقى فول سوداني. انا هنا كان عندي فول سوداني الصراحة، كسرته كده اربع وهنحمره في معلقة السمنة دي. بيطلع طعمه زي البندق بالظبط كده. طعمه بيبقى في منتهى الجمال، غير لما بتكون محمراه وجايباه من المقلة. لا، انت بتحمريه بحتة سمنة بيطلع طعمه بيقرمش كده وطعمه زي البندق. بعد ما بياخد اللون كده، ما بتخلوش غامق قوي، يا دوبك يتحمص معاكي، وتحطي شوية جوز هند.
انا ما بحبش الجوز الهند، بس الجوز الهند لما بحمره في السمنه بيطلع طعم تاني خالص، بيقرمش بقى وبيبقى طعمه في منتهى الجمال، حتى لونه بيختلف. بصوا زي بالظبط بيبقى اللون واحد موحد هو والسوداني. زي ما انتم شايفين كده بياخد اللون الذهبي. بعد ما طلعت بقى الصواني بتاعتنا، هنحط قبل ما نحط العسل بتاعي بالمعلقه كده، بنحط السوداني بتاعي او المكسرات بتاعتك. ممكن كمان لو مش عايزه تحطي سوداني ممكن تحطي كريم شانتيه كده، تعملي ورده كده كريم شانتيه من على الوش، بيطلع برضو في منتهى الجمال. ممكن برضو تحطي عسل وتحطي قطعه فراولايه، قطعه منجايه، برضو بتطلع في منتهى الروعه. هنا بعد ما حطيت المكسرات بتاعتي او السوداني بتاعي، حطيت العسل عليه وغطيته كده بالعسل. شايفين في منتهى الروعة لونه وطعمه، وهش خدش معاه وقت. زي ما انتم شايفين كده، بصوا متحمر من بره ومن جوه ومقرمش في منتهى الروعة. شايفين طلع معايا زي ما بقولك، طلع معايا كمية حلوة. لو عايزة تضاعفي الكمية زي ما بقولك، بتعملي الورق على نصين، رولين، والرول تقطعيه قطع كده زي ما انت شايفه، بتطلع اصغر شويه بس بتطلع مش مكبسه كده، بتطلع مفرغه شويه بس بتطلع في منتهى برضو الجمال. يا ريت اللي يعجبها الفيديو ما تنسينيش في الاشتراك، اشتركتش تشترك، وما تنسانيش بالله عليكم في اللايك، علشان اللايك بيوصل لناس تانية، والجرس لو حبيتي بقى يوصلك فيديوهات تانية قديمة او جديدة، تعملي الجرس للكل عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة بتاعتي والقديمة. اسيبكم في رعاية الله وحفظه. كانت معاكم فادية قاسم.